ميني فلوق. صباح الخير عليكم خوتي، كي صبحتوا مزيان؟ نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الا كنتوا كتشاهدوا الفيديو في الصباح فصباح الخير عليكم، اما الا كنتوا كتشاهدوا في المساء فمساء الخير عليكم. اليوم ان شاء الله عندي واحد الكورسه ديال الخاوه ديالي اتصل بيا، خصني نهبط نجيبها له من الغافسي وقلت نشاركها معكم ونتمنى يعجبكم الفيديو. المهم شبرنا الطريق ديالنا، وصلنا للشانطي حيت انا المرسيدس كنخليها بعيده عليا من الدار، حيت الطريق ما وصلش عندي حتى للدار، هذا علاش كنخليها عند الخاوه ديالي. المهم حلينا الباب، دخلنا قلنا بسم الله توكلنا عليك يلاه، درت اماش. دابا غنتوكل على الله وغنرجع مشاريا باش نهبطوا ان شاء الله الى الفيلاج، حيت الخاوه ديالي كيستناني مع الشانطي، وانا مشيت نجيب الطوموبيل وغنجوز عليه وغنشدوا الطريق ديالنا انا وياه باش نهبطوا للفيلاج. المهم هنا خرجت ودابا مشبر الطريق ديالي، هزيت الخاوه ديالي وهابطين انا وياه. كما كتشوفوا معايا هذه هي الطريق اللي كتربط بين غفسي وولاد الصالح. المهم هنا لقيتونا هابطين والدنيا صبحت غزاله منوره مع هذه الاجواء اللي تبدلات ومع الاجواء ديال الشتاء اللي طاحت، الجو تبدل شويه. المهم هنا لقيتونا وصلنا للزريقه، هذه هي العاصمه ديال بني زروال. دابا غنمشيو عند السيد اللي كيبيع ديك المواد ديال البناء كامله وغنتقضاو عنده وغنشاركوا معكم ان شاء الله كلشي. المهم هنا وصلنا وبقى كيختار الحنيه، هذه هي الحنيه اللي غيبني بها كيسقفوا بها المحل ديال البيت. دابا غنسرجوا القصب كما كتشوفوا معايا، وهاد القصب الاخوان دايرين 35 درهم للحزمه كامله، وانتم شاركوا معنا الاثمنه ديالكم شحال كيديروا القصب في المنطقه ديالكم. المهم هنا سارجينا القصب كاملين. دابا عاوتاني غنجيبوا الحنيات حيت القصب طيول بزاف، هذا علاش غنديروهم في السطح، ما يمكنناش نديروهم للداخل. وتا هاد الحنيات هذا عاوتاني فايتين، ما عرفتش شحال فيهم عزلهم، هو شي 3 متر ولا 4 متر، ضروري غنديروهم في السطح حيت الداخل ما غيجوناش، غنخلو هذيك القصيورين اللي فيهم يمكن متر ولا 2 متر، وهما هادو غنديروهم للداخل. المهم هنا جاو هاد الاخوان وجاو الخوادري حتى هو عاوتاني كيسرجي معاهم، غنديروهم للداخل كاملين، غنستفوهم للداخل حيت مازال غير هز القصدير وعنده شي ملويات طوالين حتى هما غنديروهم في السطح. المهم هنا الاخوان بادين في السرج. المهم دخلنا ديك الشيء كامل داخل وديرنا القصب في السطح الفوق، بقاونا هاد الحنيات الصغار حتى هما غنديروهم للداخل ان شاء الله. الصراحه خوتي هادشي غالي اللي كتشوفوا معايا، واخا كيبان لكم هادشي قليل ولكن هادشي ولا غالي ديال البناء والله يحسن العوان. ملي كتلقى الربطه ديال القصب كدير 35 درهم، الله يحسن العوان للدرويش. المهم هنا جا السيد عطيتو الساروت قلت له سير دور باش نمشيو نسارجو عاوتاني القصدير في الجهه اخرى. المهم طلع واحد السيد للسطح باش يشد القصب باش ما يطيحوش على ما نسارجو القصدير، باش نحزموا عليه بالقنيبه مزيان باش ما يطيحناش ديك الشيء، حيت حنا عندنا الصراحه شويه الحضوره في الدوار، هذا علاش خاصنا نزيروه مزيان. المهم هنا جا لحدا المحل في عندهم القصدير غنسارجو ان شاء الله. هنا غيبلاصيها وغيدخل يجي من القصدير، هذا هو القصدير الاخوان. صراحه ما عرفتش شحال كيعمل، ما سولتش، يمكن داير شي 100 درهم القصديره ولا كثار ولا ما عرفت. المهم انا ما سولتش الثمن ديال القصدير شحال داير. المهم هنا جاو الاخوان ولاو كيسرجوا القصدير. هنا عملنا القصديره الاولى وزيدنا الثانيه حيت طويل القصدير فيه يمكن 3 متر، هذا علاش ما تاولناش لداخل ودرناه في السطح. المهم جا السيد جاب الكرده، دابا غيزيرنا ديك الشيء مزيان، ضروري خصنا نشدوه مزيان على حساب الحضور اللي عندنا في الدوار، الا ما شديش مزيان داك الشيء غيطيح كامل في الطريق. المهم هنا السيد اللي جاب الكرده الصراحه الله يعطيه الصحه زير ديك الشيء على حقه، طريق واخا مشي حتى لطايوان ما يطيحلكش ديك الشيء. المهم هنا سالاو الدراري وعطاوني التحيه قالوا لي تهلا في راسك. المهم هنا غنطلع ونقول بسم الله وغندير اماش باش نرجع مشاريان باش نشبروا الطريق ديالنا ان شاء الله الى الدوار. مازال غنشاركوا معكم شي حاجه اللي زوينه في الدوار ان شاء الله. والصراحه غفصه صبحت منوره حيت اليوم صبحت الزريقه عامره بالحديد، حيت الناس كاين كيهود كل واحد واش اللي كيطلع من الزريقه، حيت الزريقه هي العاصمه ديال البناء ديال اي حاجه لانكري اللي بغيت تلقى دير كلشي كيتباع هنا في الزريقه. المهم هنا لقيتونا مشبرين الطريق ديالنا طالعين بحالنا للدوار، كانت تقريبا في الساعه 12. دابا وصلنا لبوسفول واخيرا وصلنا للدوار ديالنا ديال ولاد عطيه. دابا غنمشي نجيبوا الدوره على زغوانه، هذه هي زغوانه الاخوان اللي معروفه بالزيتون ديال البري اللي كبير الصراحه تبارك الله. هذا العام الزيتون جاب الصابه. المهم هنا لقيتونا مشبرين داخلين في البيستا ديال الدوار. وصلت عند الخاوه ديالي والصراحه الطريق عندنا مكرفسه شويه، دابا خصني نطلع لعنده باش ننزلوا داكشي كامل حدا الباب باش بلا ما ينقل، واخا الطريق مكرفسه شويه ماشي مشكل. المهم لقيت هاد البهيمه طالع كينقل بها السيد حيت هو باقي غير كيوجد البيت كيبنيه بالمقدا. المهم خليت هاد البهيمه تزيد هي الاولى مسكينه متقله، وغير يمكن لي نزيد انا باش نوقف له حدا الباب الدار. دابا بلاصينا الطوموبيل ديالنا وغنزلوا القصاب وغنزلوا الحنيه، واخا الصراحه الطريق مكرفسه عندنا شويه كما كتشوفوا، حنا باقي موخرين شويه في الطرق الاخوان. الصراحه كاينين الناس اللي عندهم الطرق زويونين، ولكن حنا الدوار ديالنا الطريق لا علاقه فيه تكرفس بزاف، فيه الزروبه بزاف، ما لا حول ولا قوه الا بالله، الله يسهل علينا نخوم هاد الدوار. المهم انا لقيتونا كنزلوا القصاب تعاوننا عليهم نزلنا داك الشيء كامل. دابا غنمشيو عند المعلم لقيناه كيقطع واحد السهم متعاونين عليه بالمنشار، جولا عندي جولا عندك
باش يطيروه باش يديروه في البيت. هذا كيجي في وسط البيت اللي كيشد السهم اللي كيكون ماجي من الطرف للطرف. المهم بعد ما طيروه دابا غنمشيو نفطروا الفطور ديالنا. الصراحه جينا مع الفطور واجد، هذا هما الاخوان والدراري ديال الدوار، حيت حنا ملي كيكون كيبني شي واحد كيعرض على الدراري صحابو هكا اللي مقربين عليه كيجي يعاونوا. واحد كينقى المقدار، واحد كيدير الباغرير، واحد الباغرير اللي ماشي الباغرير ديال الماكله، الباغرير ديال التراب كينقلوه كيفزقوه وكينقلوه باش كيديروه مع المقدار وكيبنوا به. هنا بعد ما فطرنا الفطور ديالنا غنخلي الطوموبيل هنا حتى العشيه وغير غنطلعها بحالها حتى للشانطي. المهم سديت البيبان ديالي، دابا غنشبر الطريق ديالي للدار ان شاء الله. المهم هنا غيكون نهايه الفيديو، نتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو، استمتعتوا معنا بالاجواء ديال البلاد. تحياتي خاصه خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وتحياتي خاصه خوتنا الجزائريين وكاع الدول العربيه اللي كتتابع يوميات جبيلو. تحياتي خاصه لكم من عاصمه بني زروال اقليم تاونات. كنحيي كاع المتتبعين ديالي الاوفياء، واللي مازال جديد كنتمنى منه يدخل عندي القناه ديالي ديال اليوتيوب، هذا هو اسم القناه ديالي على اليوتيوب، تزوروني وتشرفوني فيها. وهنا غنقول لكم مع السلامه، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد وشي نهار جديد. مع السلامه.